هو زعما اختي ماشي ان ولادي باسلين، لا ان ولدي باسل، ولدي حركي. شوفي خاص تعرفي ما بين الفرق ما بين ان الولد يكون حركي والولد يكون باسل. الجن والباسل في كفه والحركي في كفه. انا ولدي حركي ما كيخدش ما كينبش ما والو. انا انا اطلب انا المساعده من اطباء نفسيين، وتجئت واحد الطبيب اللي زعما عطاني الثقه في النفس، قال لي ان الاولاد الحركيين كترتفع عندهم درجه الذكاء، بينما في وقت ارتفاع درجه الذكاء عند الاطفال خاصه تنخفض شويه درجه العصبيه عند الامهات، من حيث خاصها تكون ترو كالم. معليش مش مشكل، كلا الدار كلا السقف كلا نيوم كلا امك كلا باك كلا خوك كلا طلع غير الستريه ولا كلا الدار لا قشر لا حيط مسكسوك بنادم يكون كالم. جاب التنفس وحفر الساس ماشي مشكل، انه حركي يعني ذكي، بغى يكتشف شنو تحت اللساس، بغى يكتشف شنو فوق السقف، وبغى يكتشف السلك ديال الضو شنو فيه داخل. ماشي مشكل انه يحط لك زراق الزيت فوق راسك، بغى يكتشف بغى يشوف شنو فيه زراق الزيت لداخل، ماشي مشكل ينزل عليك الزيت، انه ذكي. الذكاء عند الاطفال خص درجه الحراره ديال العصبيه خصها تنخفض، هادشي اللي كاين. بنادم خصو يكون كالم. الاولاد بعدا النصيحه منكم خصها تكون اللي عنده الولاد حركي خاصو يكون كالم بحالي، ما يخداش ما ينبش ما يجلس ما والو ترو كالم تحت درجه الصفر. نصيحه من ترو كالميا صافي، لان درجه حراره وذكاء الطفل ترتفع، وحنا نضيعوا درجه حراره الطفل وحنايا نضيعوها. لا يمكن، خليه يزلع، خليه يخبش، خليه يخدش، خليه يحفر اللساس، خليه يهرس الدريه، خليه ياكلك، خليه يهرس الباب، خليه ما خصك كالم. شي عندك الضياف خليه يزربع، خليه يسلع تاعي ماشي مشكل، وخصك تكون كالم. انا مشيت عند الطبيب النفساني نصحني هذه النصيحه الجميله الجد جد. شكرا لك يا الطبيب، شكرا. خصك تكون كالم. هذه هي النصيحه ديالي، انهم خاصك تكوني يا الام انها خص تكون كالم، لان ترتفعت درجه الذكاء في 3 شهور، ومن الجميل انها ارتفعت. من جميل هذا خبر مفرح. المدارس